الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم راح أحاول أحكي عن شيء قديم جديد مارسه الاحتلال الفرنسي على السوريين، وورث النظام السوري السابق هذه السياسة من الفرنسيين، ومارسها أيضا على السوريين وعلى الفلسطينيين وعلى اللبنانيين. وورث النظام الحالي هذه السياسة التي كانت ناجعة وناجحة على زمن الفرنسي وعلى الزمن الأسدي. نظام الجولاني أيضا اتخذ من هذه السياسة وما زال يتخذ منها بوصلة واستراتيجية ضد مكونات الشعب السوري. هذه السياسة تتلخص بكلمتين، فعلين، يعني أمر فرق تسد النتيجة، يعني نتيجة فعل التفرقة. فرق لكي تصبح قويا وتبقى قويا، ينبغي أن تفرق الخصوم. الجولاني أيضا يتعامل بنفس المنظار، يعني الناظر إلى سلوك الجولاني يعني يظن أنه وكأنه هذا الشخص تلقى تدريبه على إيد الموساد، CIA، الKGB، MI6، يعني شو ما بيخطر على بالكم من أجهزة المخابرات. ليش؟ لأنه في تقديري يتعامل بخبث ولؤم، وهو يعني العبان، بالإضافة إلى أنه قاتل مأجور. قاتل مأجور ويريد أن يصبح يعني سلطة. يتعامل مع السلطة بهذا المنطق، فبالتالي لا ينبغي الاستهانة بالجولاني. الجولاني حاول في فترة سيطرته على إدلب، نجح في بث التفرقة بين الفصائل وخلق صراعات فيما بينها، ودعم الفصيل الصغير ضد الفصيل القوي، وبعد الإجهاز على الفصيل القوي يقوم الجولاني بابتلاع الفصيل الصغير، وهكذا ينتهي من خصمين، يعني أو مثل ما بيقولوا يضرب عصفورين بحجر واحد. هذا سلوك فرق تسد كان ناجحا مع الجولاني إبان سيطرته وسلطته وإمارته على إدلب. حاول أيضا في هذا الإطار بعد سقوط نظام بشار الأسد والمجازر التي حدثت في الساحل السوري التي ارتكبها الجولاني في الساحل السوري، والبلبلة والصدمة الكبيرة التي شهدها المجتمع العلوي. نظام هرب، الجيش انهار، المؤسسة الأمنية انهارت، ما في مرجعية دينية، لأنه نظام الأسد ما كان بيخلي يعني العلويين أن يكون لديهم المرجعية الدينية بمعزل عن نظام الأسد، وبالتالي كان في بلبلة. الآن يصار إلى ترتيب الأمور. النخب والنشطاء العلويين اللي استفادوا من الدرس الأسدي واستفادوا من درس الجولاني كمان. لكن سياسة فرق تسد بالدرجة الأولى استخدمها الجولاني مع الدروز، وسبق في فيديوهات سابقة أن أشرت إلى هذا الموضوع، وذكرت يعني بعض الآراء المتعلقة في مخطط الاستهداف السويداء والمجزرة، لكن رأيي كان تحليل.
كان استنتاج، يعني ما كان يستند إلى معلومات دقيقة. الروائي السوري فادي عزام نشر على صفحته يعني كم معتبر من المعلومات التي تعاضد وتساند مسألة مخطط استحداث الدروس، وأنا أعدت نشر ما كتبه ونشره فادي عزام على صفحتي أيضا في الفيسبوك، وذكرت أنه سياسة، يعني سياسة فرق تسد. الجولاني في البداية قبل المجزرة لتمهيد الأرضية وتمهيد الرأي العام الحاضنة السنية آه، لارتكاب المجزرة، الموضوع بده تهيئة، فحاول استمالة يعني في المستوى الأول السلطة الدينية، المرجعية الدينية ومشيخة العقل في السويداء، الشيخ الحناوي، الشيخ الجربوعي، الشيخ الهجري. حاول أن يستميل بطريقة أو بأخرى الشيخ الحناوي أو الشيخ الجربوعي ضد الهجري، ويعني الآلة الإعلامية كانت وما تزال تشيطن وتؤبلس وتهاجم وتخون الهجري وزعيم عصابة وزعيم عصابات وكذا من هالمنطق هذا. فعملية تفتيت النواة الدينية، المرجعية الدينية عند الدروز، خلاص سيتفتت كل شيء. ما في يعني القيادة المجتمعية حتى ولو يعني كانت دينية، هنالك مرجعية يمكن للمجتمع، للنخب، للنشطاء أن يعودوا إليه، حتى ولو كان شخصية علمانية بإمكانه أن يعود إلى المرجعية الدينية، لأنه صاحبة تأثير، صاحبة وزن. فهو الجولاني حاول ضرب النواة الدينية وبث الشقاق بين المرجعية ومشيخة العقل، ونجح يعني في الفترات الأولى، حقق بعد الاختراق والنجاح والاستمالة، واستمر في شيطنة الشيخ حكمة الهجري إلى درجة أنه أنا كنت يعني أقرأ لبعض الأصدقاء الدروز وبشوف أنه الدعاية الجولانية، مش الأوجلانية، الدعاية الجولانية يعني أثرت على هؤلاء الدروز، وصاروا ينظرون إلى الشيخ حكمة الهجري بعيني معاذ محارب أو تلفزيون سوريا أو تلفزيون الإخبارية، واللي بيطلعوا على شاشة هاتين القناتين وأنتم بتعرفوه. حتى يعني تأثرت البيئة الدرزية وبعض النخب الدروز الإعلام الجولاني وخطابه المشيطن والمخون للشيخ حكمة الهجري. طبعا هذا الأمر كان في البداية عندما لاحظ الجولاني أنه هنالك خلاف، لا نقول شقاق، خلاف، وموضوع ما حدث في جرمانة وفي صحنايا، وإعلام الجولاني استمر في الضخ وتحميل الهجري وزر الجرائم اللي يقترفها الجولاني. يعني ما بيخلوا الناس تدين وتشجب الجولاني، لا، بيحملوا حكمة الهجري مسؤولية ما حدث في السويداء، مسؤولية ما حدث في جرمانة، مسؤولية ما حدث في صحنايا، وهكذا. ومكبر راس، وليش تكبير الراس وأبقبلش من القصص واستهداف للشيخ الهجري. لكن يعني هل تراجع الشيخ الهجري عن موقفه وكلمته ورأيه؟ لا، الذين خالفوه الرأي
هم الذين تراجعوا بعد أن رأوا الغدر والخسة والنذالة والإجرام والإفلاس في نظام الجولاني. قالها الشيخ الحناوي في بيان له، أن هذه سلطة لا عهد لها ولا ذمة، لا عهد لها ولا ذمة، وتعريف مكثف يختصر كينونة وهوية هذه السلطة وهذا النظام. إذن بعد ارتكاب المذابح والجرائم والمجازر التي شهدتها محافظة السويداء وريفها، الآن المشهد الدرزي على قلب رجل واحد، مشيخة العقل على قلب رجل واحد، النخب الدرزية على كلمة واحدة، كلمة وطنية واحدة. سياسة فرق تسد التي مارسها الجولاني ضد دروز السويداء وتأثر بها البعض، وبل شارك فيها البعض من الدروز، خاصة دروز لبنان، وتحديدا جناح وليد بيك جنبلاط، ربما نتيجة تواصل الدول الخليجية معه، أو لسبب ما تورط وليد جنبلاط بشكل مباشر أو غير مباشر في ترجيح السردية الجولانية وتوجيه الانتقادات للشيخ حكمة الهجري وأنصار حكمة الهجري، حتى بعد ارتكاب المجازر. أيضا في مجازر السويداء تراجع قليلا وليد بيك جنبلاط، لكن يبدو أنه هنالك من ورط وليد جنبلاط في هذه العملية، وعملية الانسحاب من هذه الورطة، ورطة تقديم الدعم للجولاني. الانسحاب من هذه الورطة ليس بالأمر السهل لشخصية من وزن وليد بيك جنبلاط. الإعلام الجولاني، أي شخص يرمي حكمة الهجري بحجر كان يستضيفه الإعلام ويفتح له القنوات والحوارات ويخصص له اللقاءات في إطار عملية الشيطنة واستهداف السويداء وحقوق ومطالب ومشروعية أهالي السويداء وقضيتهم العادلة والمذابح الإجرامية وجرائم الحرب التي اقترفها نظام الجولاني في السويداء. سياسة فرق تسد هذه فشلت وأفلست. الآن قضية السويداء وحقوق ومطالب السويداء هي التي تتصدر، وهي التي انتصرت بدماء شهداء بني معروف، شهداء الكرامة، شهداء السويداء. الموضوع لم يأتي هكذا فجأة استيقظ الجولاني واعترف بأخطائه وبمجازره وبفاشيته الطائفية الدينية المقيتة ضد الدروز، واعترف بفشل سياسة فرق تسد مع الدروز. هذا الفشل الذريع المريع والقبيح والقميء، فشل الجولاني في التعامل مع السويداء وسياسات فرق تسد، وبالحديد والنار والسواطير والسكاكين والقتل والسحل والنهب والتعفيش وكل ما اقترفه شذاذ الآفاق والإرهابيين اللي بيشتغلوا تحت إمرة الجولاني. فشل هذا الموضوع في تقديري سيتجه الجولاني إلى ممارسة نفس السياسة مع الكرد. ماذا سيفعل؟ سيحاول بث الشقاق داخل قسد ككتلة
عسكرية سياسية وازنة ومهمة ومشروعة ولها وزنها وحضورها دوليا. ومشروعية قسد، ذكرت وأكرر، سابقة على مشروعية نظام الجولاني بسنوات. وبالتالي التطبيقات العملية لسياسة فرق تسد سيحاول الجولاني بثها داخل قسد. إذا فشل سيحاول أن يخلق حالة من الشقاق بين المجلس الوطني الكردي إدارة قسد وسلطة قسد في مناطق شرق الفرات. إذا فشل في هذه المهمة أيضا، مراحل يعني مستويات فرق تسد، سيحاول التغلغل داخل المجلس الوطني الكردي، ويعني استمالة بعض القيادات. ربما مثلا، ربما يعني أقول ربما، لست متأكد، يعني مثلا عبد الحكيم بشار وارد، إبراهيم برو وارد، من اشتغلوا مع الائتلاف، من عملوا مع الائتلاف وكان لديهم تواصل مع شخصيات وازنة الآن موجودة ومحسوبة على الجولاني وضمن سلطة الجولاني. هذا وارد. ويعني إذا شفتوا شيء هيك يتناغم مع سياسات الجولاني يصدر من عبد الحكيم بشار أو إبراهيم برو أو محمد إسماعيل أو أي شخص يعني من القيادات المجلس، سليمان أوسو، قيادات فؤاد عليكو، قيادات المعروفة الكردية في الحركة الكردية محسوبة على المجلس الوطني الكردي، اعلموا أنه هنالك شيء غير طبيعي، أو لنقل الأمر بطريقة أخرى، أنه هذه الاستمالة هي من أعراض سياسة فرق تسد. وقد حققت هذه السياسة داخل المجلس الوطني الكردي خطواتها. طبعا أنا الآن أطرح احتمالات استباقية استشرافية، أقول في حال لاحظتم شيء من هذا القبيل مستقبلا، اعلموا تماما بأنه فيروس فرق تسد التابع للجولاني وصل، تسرب إلى جسد المجلس الوطني الكردي أو إلى قسد أو إلى يعني مستويات الخلاف. أولا بث الشقاق في قسد في حال الفشل، بث الشقاق ما بين قسد والمجلس الوطني الكردي في حال الفشل، بث الشقاق في المجلس الوطني الكردي واستمالة بعض العناصر واستخدامها ضد الكرد وضد القسد وضد كل هذه التفاصيل. هذا وارد. والأذن الكردية أذن يعني طيبة وهشة، وسرعان ما يطربها الكلام المعسول يعني عن الكرد وحقوق الكرد والقصص هي كلياتها. أذن تتعامل بالنوايا الحسنة، لأنه الكرد أصحاب نية حسنة، ما بيعرفوا نية الجولاني ومستويات الخبث عند الجولاني. الجولاني باختصار دجال بعثي أسدي، حافظ أسدي، مش بس أسدي، حافظ أسدي كبير فيما يتعلق بسياسة فرق تسد. نجح حافظ الأسد في بث الشقاق وتأليب الفلسطينيين على الفلسطينيين، واللبنانيين على اللبنانيين، واللبنانيين على الفلسطينيين، والسوريين على السوريين. حافظ الأسد هذه كانت لعبته. الآن التلميذ النجيب لحافظ الأسد، لنظام الأسد، وأقصد الجولاني، أبو محمد الجولاني، أحمد الشرع، طبعا هذا التلميذ المجتهد يحاول، فشل في السويداء، لربما ينجح
في التعامل مع الكرد بهذه السياسة. أنا يعني هنا ليست لدي معلومات دقيقة، إنما الموضوع تحذير، تحذير الكرد من مغبة وخطورة آآ سياسات الجولاني وفرّق تسد، واحتمال يعني أن تستهدف وحدة الموقف أو وحدة الصف الكردي الموجودة حاليًا. الكرد الآن وطبقًا لبيان كونفرانس القامشلي، والبعض صار يهاجم هذا البيان من أنصار صلاح بدر الدين أو يعني غيرهم، صاروا بيهاجموا البيان وكونفرانس القامشلي. لكن في تقديري، وأنا دعمت هذا الكونفرانس مع خلافي الشديد الذي تعرفونه، يعني مع القسد، مع حزب الاتحاد الديمقراطي، مع الإدارة الذاتية، مع حزب العمال الكردستاني. لكن على المستوى المبدئي والوطني أنا دعمت هذا الكونفرنس وما صدر عنه من وثيقة يعني كانت سبب ارتياح الكرد في كل مكان، وسبب انزعاج أعداء الكرد في أنقرة وفي دمشق وفي كل مكان. أنا فقط هنا أحذر، يعني من دون إصلاحات جدية والاكتفاء بالأقوال والكلام المعسول وإطلاق تصريحات، أعتقد أنه الكرد ينبغي أن يكونوا حذرين، مثقفين وقيادات. في حال شفنا إصلاحات جدية جذرية تضمن الاعتراف الدستوري بالكرد في الدستور السوري، تضمن حقوق الكرد وكل مكونات الشعب السوري. يعني هذه الأعلام التي أضعها خلفي أو إلى جانبي ليست عبث، يعني العلم السوري والعلم الكردي والعلم الآشوري. أنا مع ضمان حقوق كل مكونات الشعب السوري، ولن يتم ذلك بدولة دينية. الدولة الدينية لا تعترف بالأمور المدنية، بالقانون المدني، بحقوق المكونات، بالديمقراطية، لا تعترف بهذه القصص. يعني متى ما حقق لنا الجولاني دولة من هذا النوع، سوريا وطنية لا مركزية ديمقراطية مدنية، وقت ذاك أهلا وسهلا، فخامة الرئيس أحمد الشرع على العين والرأس، أنت رئيس كل السوريين، رئيسي أنا كمان بوصفي سوريا. لكن إذا استمريت في ممارسة سياسة فرق تسد ضد مكونات الشعب السوري، فأنت مثلك مثل سلطة أي احتلال، مثل حافظ الأسد، مثل الفرنسيين، مثل الإنجليز، مثل العثمانيين الذين مارسوا هذه السياسة البغيضة ضد مكونات الشعب السوري، وتأليب مكونات الشعب السوري ضد بعضها البعض، أو إثارة الخوف والريبة والشك بين مكونات الشعب السوري، وضرب الثقة والأمان بين هذه المكونات. الآن إذا صار تقارب أو حوار أو تلاقي ما بين الكرد والدروز والعلويين، دغري إعلام الجولاني يستنهض ويستنفر العصبية الجاهلية ويشيطن هذا التلاقي والحوار، ويعني ويخون انفصاليين وما بعرف شو، والوطنيين هن جماعة الجولاني والمكون الأموي، يعني هن فقط الوطنيين والحريصين على وحدة سوريا. ومن هذا الكلام التافه اللي بنسمعه من إعلام الجولاني، يعني ينبغي أن يصدر الجولاني مرسوما يجرم
يجرم استهداف الهجري واستهداف قسد واستهداف العلويين والشيخ غزال يجرم. حتى ذلك الحين الجولاني سيبقى بالنسبة لي يعني شخصا مشبوها مجهول النسب كما يقول أو كما كان يقول حسن الدغيم، ويعني لا وطنيا وطائفيا، ويتزعم جماعة إرهابية، ويريد فرض هذا التصور الطائفي الإرهابي المقيت على كل السوريين، إلى أن يثبت العكس. موقفي النقدي سيبقى مستمرا لنظام الجولاني حتى لو أبرم غدا اتفاقا مع قسد. الموضوع لا يقتصر على قسد، الموضوع ليس فقط حقوق الشعب الكردي، لا، حقوق الشعب السرياني، حقوق الشعب الأرمني، حقوق المكون العلوي، الدروز، كل هذه التفاصيل. وقتها يمكن أن نطمئن ونرتاح ونفتخر بأننا ننتمي إلى بلد اسمه سوريا، وليست الجمهورية الجولانية الأموية الإسلامية السنية الطائفية العربية ما بعرف شو. أكتفي بذلك، وأتمنى أن يكون هذا التنبيه والتحذير واضحا. حذاري ثم حذاري ثم حذاري من سياسة فرق تسد التي سيحاول الجولاني تطبيقها على الكرد بعد فشله الذريع في تطبيق هذه السياسة على الأخوة الدروز. أكتفي بذلك، ودمتم